مصير عثمان؟ وهل بالفعل عثمان سيتسمم؟ وهل هريستو بالفعل سينقذ عثمان؟ أم أنه فخ من هريستو وصوفيا وسيوقعون عثمان في مأزق؟ كل هذا وأكثر أحداث شيقة تنتظرنا في الحلقة 194، والتي ستكون هي الحلقة الأخيرة من مسلسلنا المفضل، مسلسل المؤسس عثمان. بعد الآن لن نشاهد مسلسلنا المؤسس عثمان حتى شهر أكتوبر القادم إن شاء الله. نغوص في أحداث الحلقة 194 ونبدأ بمشهد تسميم عثمان ومن سينقذ عثمان، حيث ظهر لنا في الإعلان الأول للحلقة 194 بأن هريستو هو من سيقوم بإنقاذ عثمان. كيف ذلك؟ يظهر هريستو في الإعلان الأول بأنه يقوم بجلب ترياق بعدما كان قد تجسس على كلاوديوس وصوفيا وعرف نوع هذا السم، وبالتالي سيتعرف على العلاج أو الترياق المناسب لهذا السم. ولا أعلم سبب بأن هريستو لا أعلم سبب كيف لهريستو الذي كان معاديا لعثمان كيف تحول بهذا السرعة إلى كيف لا نقول رفيق لعثمان، وإنما كيف سينقذ عثمان بهذه السهولة. أنا صراحة في البداية توقعت بأن هريستو خائن، وهذا الترياق ممكن أن يكون سما آخر، ولكن تأكدت في الحلقات السابقة بأن هريستو بدأ شيئا فشيئا يأتي من ناحية أو يأتي إلى جانب عثمان، وهو ما تأكد بالفعل. وهريستو قام كاتب المسلسل محمد بوزداغ بجعل هريستو رفيقا لعثمان، وممكن جدا أن نشاهد هريستو في الموسم السابع رفيق درب لعثمان وسيكون محارب بجانب عثمان. ننتقل إلى خبر آخر، ألا وهو كلاوديوس. رسميا عثمان في الحلقة 194 أي الحلقة القادمة والأخيرة سيقوم بغزو كبير وكبير جدا، حيث ظهر لنا في الإعلان الأول للحلقة 194 عثمان بجانب جيش ضخم وضخم وضخم جدا. سيقوم عثمان بالاستيلاء على قلعة كلاوديوس ويفتحها رسميا في الحلقات القادمة، وكلاوديوس ستكون نهايته على عثمان. وبالفعل بوزداغ لم يخالف التاريخ فيما يخص مقتل كلاوديوس، حيث أن تاريخيا عدة روايات تاريخية عثمانية كانت قد أكدت بأن كلاوديوس نهايته أو مقتل كلاوديوس ستكون على يد عثمان في قلعته، وبالتالي الحلقة القادمة ستكون هي آخر حلقة للمؤسس عثمان وآخر حلقة للكافر كلاوديوس، الذي صراحة لم يكن ذلك العدو الكبير والعدو القوي وذو الكاريزما، ولكنه قام بتسميم قتل أولغان التي ودعتنا. وسنشارك معكم صور كواليس، حيث أن الممثلة أوجي تورير اللي هي بالا خاتون كانت قد صرحت بأنهم كل طاقم بكى فيما يخص مشهد انفصال أو مشهد موت أولغين. فأكدت بالا خاتون عبر حسابها الرسمي على الانستغرام بأن كل طاقم التمثيل بما فيهم بالا قد بكوا على انفصال أولغين. فأولغين كانت صراحة لا نقول بأنها دور مهمش، ولكن لم تكن تقدم دور كبير، فتم إزالتها من طرف كاتب مسلسل محمد بوزداغ. والآن ننتقل إلى المشهد الآخر أو عفوا الخبر الآخر، ألا وهو انفصال كذلك الممثل ياغيت الذي في الحلقة القادمة سيقوم بأمر إحدى الجاريات أو إحدى الخوادم الخاصة به بقتل بالا. وسبق كانت قد أكدت الصحفية بيرسين، وهذه الصحفية تعتبر من أصدق وأوثق الصحفيين في تركيا، سربت خبر على منصتها على الانستغرام وكذلك على تويتر بأن الممثلة أوجي تورير قد تنفصل عن مسلسل المؤسس عثمان. وهذه الصحفية دائما ما تكون أخبارها موثوقة 100%، لما تقول لك بأنه ممثل سينفصل فتأكد بأن ذلك الممثل أو الممثلة ستنفصل.
تفاصيل سابقة، وأن الصحفية بيرسين كانت قد أكدت قبل أسبوع بأن الممثل إيمري القائم بدور أورهان وكذلك نيوليفر اللي هي هولوفيرا كانت قد سربت خبر انفصالهم قبل أسبوع. تخيلوا. فالصحفية بيرسين يعني أخبارها موثوقة، فقلت لكم بأن الصحفية بيرسين كانت قد نزلت خبر تدعي فيه بأن الممثلة أوجي تورير اللي هي القائمة بدور بالا بأنها ستنفصل عن مسلسل المؤسس عثمان ولن تكون في الموسم القادم. لماذا؟ قالت بأن الممثلة يعني انتهى عقدها في مسلسل المؤسس عثمان، وحاليا في مفاوضات مع كاتب المسلسل والوكلاء يعني لتجديد العقد. فحاليا أوجي تورير تدرس عقد تجديد يعني لموسم آخر، بينما يعني المفاوضات حاليا لا زالت جارية. فإما أن تواصل الممثلة في الموسم السابع، إما أن تنفصل في الحلقة القادمة. وشفنا في الإعلان بأنه قلت لكم بأن ياغيت قد أرسل أحد الخادمات بأنها تقتل بالا، فممكن جدا أن بالا تودعنا في الحلقة القادمة. أنا لا أقول رسميا، ولكن يعني بتزامن الأخبار قلنا بأن الصحفية بيرسين نزلت خبر انفصال، يعني لم تقول رسميا ولكن قالت بأن بشبه تقريبا رسمي أوجي تورير قد تنفصل عن مسلسل المؤسس عثمان. وبالتزامن شاهدنا مشهد في الإعلان الأول للحلقة 194 ياغيت يأمر أحد خادماته بقتل بالا، فممكن جدا بأن بالا قد تودعنا، يبقى هذا مجرد احتمال. وإذا